ياك يا خيري، شحال كنتقاتل نجيب لكم قصص اللي كيعجبوكم وما كديروش ابوني. واش هاد الزين ما يستاهلش؟ واحد النهار دخل عليا شفار للدار. اجيو ضحكوا عليا، شدني الصفار وانا بحال الا ما لابسه والو. انا واحد البنت الحمد لله ميسوره الحال، ساكنه بوحدي في واحد الدار كبيره ومفرشه على حقه وطريقه في حي راقي. كنبغي نعيش حياتي بالطول والعرض بلا ما نديها في هضايك الناس. عزيز عليا السهر في الدار، نطلق الموسيقى بالجهد ونشرب كاتي باش نروق الجمجومه وننسى ضغوطات الخدمه. وفي ديك العاده غريبه بزاف اللي قلت لكم في الاول، ملي كنكون سادة عليا باب داري بالليل كنبغي نكون واخده راحتي على الاخر، لدرجه انني تقريبا بحال الا ما كنكون لابسه حتى حاجه. ايه سمعتو مزيان، كنكون شبه عريانه، لابسه غير شي نويزات قصيره شفافه ولا شي حاجه خفيفه بزاف باش كناخذ راحتي المطلقه. وكنبقى ندير ابيل فيديو مع صحابي وصحاباتي، كنضحك ونشط وما كنديها حتى واحد، حيت كنقول راني في مملكتي مسدوده عليا وشكون كيرغي يشوفني بالليل. قولوا طيشه، قولوا مسطيه، قولوا اللي بغيتو، ولكن هذه هي انا، وهذا هو ستيل ديالي اللي كنت عايشه به. وداكشي اللي وقع ليا في هذيك الليله الكحله بسبب هاد اللبس وهاد الحاله راه يخليكم تحلوا فمكم بالصدمه، وغتفهموا علاش طيحت راسي في واحد الحصله اللي ما لقيت ليها لا ساروت لا بيبان. يا ربي على زهر عندي، كي درت طيحت راسي في هاد الورطه وهاد الفيلم الهندي اللي غيقلب ليا حياتي. القصه ديالي بدات واحد الليله، كنت سهرانه بوحدي دايخه ليا الكانه ومزاجي طالع للسما. الدار كانت هاديه والضو خافت، كنت جالسه في الصالون شاده التليفون ولابسه ديك الحاله اللي ما كتسطر والو تقريبا. شويه وبلا سابق انذار سمعت شي تقرقيب خفيف جاي من الجهه ديال البالكون. في الاول قلت غير الريح ولا شي مشنقز، ولكن الصوت زاد بحال شي حد كيحاول يحل الدجاج ديال الشرجم بالسكات. نط باش نطل ونشوف شنو واقع. يلا وصلت الباب ديال الصالون، كيبان ليا واحد الخيال طويل دخل من الشرجم ووقف نيشان قدامي في وسط الدار. قلبي طاح الكرشي وبديت كنترعد بحال شي ورقه في مهب الريح. شفت مزيان قدامي، بان ليا راجل طويل عريض الكتاف، لابس كحل في كحل وداير قناع على وجهه، ما كيبانو منه غير عينيه كيبريو في الظلام الدامس. قبل ما نستوعب شنو واقع، واش هادشي حقيقه ولا حلم خايب، جا كيتمشى بخطوات ثقال واثقه جهتي. الخلعه تلفاتني وما بقيت كنعقل على والو، يديا ولاو كيترعدوا ما قديتش نتحكم فيهم. شدني من يدي بجهد وزير عليا، وهنا كانت الطامه الكبرى والشوهه المفرقعه. انا قدامه بهذيك اللبسه العريانه والقصيره بزاف، الجو بارد وانا كنترعد بالخلعه وبالسكر اللي طار ليا في رمشه عين. يا ويلي على رعب عشتها، حسيت بروحي غتخرج من بلاصتها والدم نشف ليا في حروقي كاملين. كان كيهضر بواحد الصوت غليظ ومخيف، كيقول ليا فين الذهب والفلوس، زربي راسك وما تغوتيش وما غندير لك والو. انا من قوه الخلعه لساني تعقد وما قديتش حتى نغوت ولا نطلد العتقت، بحال الا ضربت بشي ابره ديال البنج. تخيلوا معايا الموقف الخوت، بنت بوحدها في دارها لابسه لباس غير محتشم نهائيا وصفار مقنع شادها وبري كريزيها وسط دارها. بقيت كنتناتف معاه، كنحاول نفك يدي منه باش نهرب لشي بيت ونسد عليها. هو كيجرب جهد وانا كنجرب جهد كبر، واخا تجهد ما بقاش فيا، وانا لابسه ديك الحاله اللي ما كتستر والو وكنترعد بالبرد والخوف والحشمه. يا ربي، ونغير وريتو فين كاين الذهب وهنيت راسي من هاد العذاب كامل اللي عشتو ديك الليله. ولكن الخلعه خلتني نتصرف بحال شي حمقى. المشكل الكبير الخوت واللي زاد الطين بله في هذا الموقف المرعب هو انني كنت ديجا مريضه ومسخسخه ديك الايام، وعندي واحد النقص حاد في الحديد وفقر الدم اللي كيخليني ديما مدوخه، وما كنعجزش نطيح مسخفانه في اي لحظه الا درت شي مجهود بدني كبير ولا تخلعت. مع ديك الخلعه ديال الدخله ديالو وداك التنات في وسط الصالون والبرد القارص اللي كيضرب في اللحم ديالي حيت ما لابسه والو تقريبا، حسيت بالقلب ديالي بدا كيضرب بواحد السرعه خياليه ومخيفه، بحال الا غيخرج من ضلوعي ويهرب. النفس بدات كتقطع ليا شويه بشويه، وكنجر الهواء بزز بحال الا كنت تخنق.
الرؤية ولات مضببة في عيني، والظلام ديال ديك الدار بحال الا زاد كحال وكآبة وزماتة. حسيت بواحد الدوخة خايبة شدتني من راسي، وبديت كنفقد التوازن ديالي تماما. رجلي خواو عليا وما بقاوش قادرين يهزوني ولا يوقفوني. في ديك اللحظة ديال المقاومة الأخيرة، ملي كنت باغا نفك يدي منه ونعتق راسي بأي ثمن، خبطت يدي بجهد وقاستو نيشان في جهة العنق ديالو، وخبجت واحد الخبشة عميقة بضفاري اللي كانوا طوال ومقادين ومصوبين في الصالون. حسيت باللحم ديالو تحت ضفاري، وهو طلق واحد الأنة خفيفة ديال الوجع وتراجع خطوة اللور. ولكن أنا ما قديتش نزيد حتى ثانية وحدة واقفة على جلية من بعد ديك الحركة. الركابي ديالي خواو والجهد مشى بالمرة، وتحت بحال شي خنشة العهود الباردة ديال الزليج. ولكن اللي وقع في هذه اللحظة هو اللي غيخلي هذه القصة تكون أغرب قصة غتسمعوها بحياتكم. الشفار في عوض ما يخليني طايحة ويمشي يقلب على الفلوس والمجوهرات ويهرب في حاله في ديك الظلمة كما كيديروا كاع قطاع الطرق، ملي شاف لي غدا نطيح على الرد مسخفانة وما بقاش فيه الروح، تصدم ودخلع عليا اكثر ما تخلعت انا منه في الاول. تلاح عليا زربان قبل ما يضرب راسي مع الارض القاصحه، شدني بين يديه بجوج وحطني بشويه، وحسيت بالرعده في يديه هو شاتني ومخلوع عليا. كان كيحركني وكيهضر بواحد الصوت اللي تبدل تماما، ما بقاش داك الصوت المخيف والغليظ اللي كان كيغوت بيا قبيله، ولا صوت حنين ومخلوع وكيرجف. اختي واش لاباس؟ واش كتسمعيني؟ فيقي عافاك، والله ما غندي لك والو. ملي شافني ما كان جاوبش ومغمض عيني، وباش يقدر يشوف واش نتنفس مزيان ويعتقني، حيد داك القناع الكحل من على وجهه ورماه للرد. في ديك اللحظه بالضبط كنت كنحل عيني بواحد شويه بصعوبه كبيره، والرؤيه كانت عندي مضببه بحال وسط الضبابه الكثيفه. ولكن واخا هكاك الصوره اللي شفتها تنقشات ليا في الدماغ ديالي، وما عمرها غتحيد لا اليوم ولا غدا ولا بعده. شفت وجهه ويا ويلي على وجهه البنات. يا سلام على وجهه، على ملامح بيحاتني كاو خلاتني ننسى باللي راح كان باغي يشفرني. راجل في قمة الوسامة، وجه ملائكي، عينين كبار وكحلين فيهم واحد النظرة ديال الحنية والندام والخوف عليا، لحية خفيفة ومقادة وملامح باينة فيها ديال ولاد الناس المربيين ولاد العائلات. النظرة ديالو هو مخلوع عليا وهو شادني بين يديه بحنية، واخا انا ما لابسه والو، خلت قلبي ضرب ضربة اخرى في شكل. بقيت غايبة على الوعي بين يديه والظلام داني معاه. بقيت غايبة على الوعي، ما عرفت شحال ديال الوقت بالضبط. ولكن ملي بديت كنسترجع الوعي ديالي شوية بشوية، هنا فين غتوقع الصدمة اللي ما كنتش ضاربة ليها الحساب نهائيا. ما فقتش في السبيطار وما فقتش مرمية في الزليج ديال الصالون. حليت عيني بصعوبة، كنرمش وكنلقى راسي ناعسة في بيتي فوق الناموسية ديالي ومغطية مزيان بواحد المنطقة غليظة. يا ربي شنو واقع وكيفاش درت حتى وصلت لبيتي. الدار كانت هادية بزاف والضو ديال الفيوزا الصغيور كان شاعل. جلست في بلاصتي مخلوعة كنشوف في حوايجي، لقيت راسي باقا بنفس ديك اللبسة الخفيفة. يعني السيد ما قاسنيش وما تعداش عليا، وخا كنت غايبة عن الوعي وعريانة قدامه. بالعكس هزني من الصالون وحطني في بيتي وغطاني باش ما يضربنيش البرد. درت عيني جهة الكوافوز اللي حدا الناموسية، وكنلقى كاس ديال الماء مخلط مع السكر محطوط تما، وحداه التليفون ديالي، وحداهم واحد الجاكيت ديال الكوير كحله. شديت ديك الجاكيت بيديا بجوج، باقا فيها ريحته، واحد الريحه ديال عطر رجالي قاصح وزوين مخلط مع ريحه البرد ديال الليل. السيد غطاني حتى بالجاكيت ديالو حيت كنت كنتراعد بالبرد. نط بزر بحال شي حمقى، مشيت كنقلب الدار بيت ببيت. في صالون مجموع، البالكون مسدود، والذهبات والفلوس اللي كانوا محطوطين فوق الطبلة باقين في بلاصتهم، ما تمقصاتش منهم حتى درهم. ما قديتش نصدق عيني نهائيا. واش كاين شي شفار كيدخل الدار باش يشفر
وكيلقى مولات الدار طاحت مسخفانه، وفي عوض ما يجمع كلشي ويهرب كيهزها يخطيها ويصاوب ليها الماء والسكر ويخلي ليها الجاكيت ديالو يزيد في حاله بلا ما يدي والو. هادشي راه حماق رسمي الخوت وما كيدخلش للعقل ديال حتى شي واحد. كيفاش وعلاش؟ شنو السر وراء هاد السيد اللي تراجع على الشفره بعد السهوله عامل معايا بحال شي اميره؟ رجع كيبيتي، شديت ديك الجاكيت وبديت كنشم فيها. حسيت بواحد الانجذاب غريب وقوي لهاد الشخص المجهول. بقيت كنقول مع راسي واش انا تسطيت؟ كيفاش كنفكر في واحد كان باغي يشفرني؟ ولكن التصرف ديالو محاليا كاع داك الخوف. العقل ديالي ما بقاش معايا ولا مع داك الشفار الوسيم. قلبت الجيوب ديال ديك الجاكيت ولقيت فيهم واحد الورقه مكلفسه. حليتها لقيتها عباره عن روسي ديال واحد الصيدليه في واحد الحي شعبي بعيد عليا بزاف، ومكتوب فيها سميه ديال واحد الدواء غالي بزاف ديال القلب. هنا عاد فهمت، السيد ماشي مجرم، السيد باغي يعتق شي حد عزيز عليه مريض بالقلب، والظروف هي اللي دفعته يولي شفار. ديك الليله خلاتني نراجع حساباتي كامله ونراجع راسي والروينه اللي كنت عايشه فيها والتفاهه اللي كنت غطسه فيها. هاد الشفار اللي كان المفروض يكون مجرم وياخد ليا فلوسي وذهبي ويخليني مرميه، تصرف بالرجوله وشرف كبر من دوك اللي كنت كنسهر معاهم ونخسر عليهم الفلوس في البارات والقصاير. هادشي خلاني ناخد قرار جذري في حياتي. قطعت داك الشراب في البلاصه، قطعت السهير وقطعت دوك القصاير الخاويين اللي ما كيجيبوا غير الخوى الخاوي والذنوب. وليت كنلبس حوايج مستورين ومحترمين، بدلت ستيل ديالي كامل باش نولي انسانه مزيانه ومسؤوله. حسيت بلي ديك العتقه اللي عتقني داك السيد وديك النظره اللي شاف فيا ملي كنت مسخفانه قدامه عريانه وهو غض البصر وسترني كانت بحال شي رساله من عند الله باش نفيق من القلبه اللي كنت فيها ونجمع راسي. وليت كنقول مع راسي الا كان هاد السيد اللي الظروف ردته شفار باقي فيه هاد الخير كامل وهاد الضمير، فانا اللي عندي كل شيء خصني نكون حسن من هكا ب1000 درجه ونعاون الناس. ولكن المشكل الاكبر الخوت هو ان الهوس بيشدني، واحد الهوس ونقدرش نوصفه لكم. ديك الجاكيطه الكحله وداك الروسي ديال الصيدليه ولاو هما الكز ديالي. الفكره ديالو سيطرت عليا تماما، ولات هي الشغل الشاغل ديالي في الحياه. وما لقيت حتى شي خطه اخرى من غير خطه واحده. تعوض ما نبقى جالسه في الدار كخلي البالكون محلول بحال شي هبيله كنتسناه يرجع، قررت انا اللي نمشي نقلب عليه في العقر ديال دارو. شديت داك الروسي، قريت سميه الصيدليه والحي الشعبي اللي جات فيه وقررت انني غنمشي تما. ضحكوا عليا ضحكوا، راه حتى انا كنضحك على راسي ملي كنتفكر هاد الهبال. بنت كلاس غاديه الحي الشعبي مقطوع باش تقلب على الشفار. واش كاين شي حد بعقلو كيمشي برجليه يقلب على المجرم؟ ولا الانجذاب ملي كيضرب في الراس كيعمي العينين؟ وليت كل نهار في العشيه نلبس حوايج مستورين ونمشي نركن طوموبيلتي بعيد ونبقى واقفه حدا ديك الصيدليه حاضيه الغادي والبادي. كنشوف في وجوه الرجال، كنقلب على داك الطول دوك الكتاف وديك الخبشه اللي خليت ليه في عنقو بطفاري. كل ما كنشوف شي حد لابس كحل قلبي كيضرب، كنقول ها هو جا، وملي كيقرب كنلقاه ماشي هو وكنحس بالاحباط. بقيت على هاد الحال ايام وايام، كنخسر وقتي وكنسهر، ولكن الاصرار ديالي باش نلقاه ما بردش، وكنت مستعده ندير المستحيل باش نشوفه ونشرح ليه شنو وقع ليا بسببه ونعاونو يخلص داك الدواء ديال القلب بلا ما يحتاج يساق. القصه ديالي ولات بحال شي فيلم ديال التحريات مخلط بالدراما والرومانسيه، وبقيت كل نهار وانا صابره ومكابره واقفه في داك الحي الشعبي، عيني كتقلب على داك الشفار اللي سرق لي عقلي وقلبي وخلاني نبدل حياتي ب180 درجه ونرجع للطريق الصحيح. تنهيده ديال الشوق والصبر. راه العذاب النفسي اللي عشتو ديك الفتره ما يحس به غير اللي جرب الانجذاب لشي حاجه مجهوله وما عرفش كيفاش يوصل ليها واخا باغيها بزاف وعندها دليل في يدو. كل نهار كنمشي وكنتسنى ولكن ما كيبانش. هادشي زاد من الهوس ديالي بيه بواحد الطريقه حياليه. وليت كنفكر فيه في الخدمه، في الدار، وحتى في الاحلام ديالي. كيجيني بنفس النظره الحنينه اللي شفتها فيه نهار عتقني. الجاكيت ديالو بقى معلقه في بيتي، كنعنقها ملي كنبغي نعس
وليت كنتساءل مع راسي ديما، واش غيجي شي نهار ويبان في هاد الصيدليه، واش غادي نقدر نواجهه ونقول ليه باللي بسببه وليت انسانه اخرى، واش غيصدق باللي بنت بحالي اللي كانت غادي تضيع في متاهه الحياه اعتقها شفار ملي غطاها في دارها وردهاش بريق المزيانه وحرك فيها الضمير نهار سترها وما استغلش الموقف ديالها. هاد الاسئله كانت كتحفر في الدماغ ديالي كل نهار وكل ليله. انا دابا عازمه ومصممه باللي ما غنحبسش من هذه الروتين ديالي مهما كلفني الامر. غادي نبقى نمشي لديك الصيدليه حتى نهار يكتب لي الله ونتلاقى به وجها والوجه. انا متاكده بلي داك السيد عنده قصه كبيره ومخفيه، مريض عنده شي حد عزيز عليه، وبغيت نكون انا هي السند ديالو باش يخرج من ديك الورطه. باغا نعاونو، باغا نوقف معاه بمالي باش حتى هو يرجع لطريق الخير كما خلاني انا نرجع ليها. هادشي اللي كندير دابا يمكن يبان شجاعه واصرار على الخير، او يمكن يبان طيش وهبال زايد، ولكن الاحساس اللي في قلبي هو اللي مسيرني في هذه المرحله من حياتي وما نقدر نتحكم فيه. الانجذاب لواحد الشخص اللي كان باغي يشفر دارك في الاول، ولكن الموقف تبدل واسترك بكل رجوله وامانه، شي حاجه اللي صعيب تشرح بالكلمات. انا قررت نبقى نتسناه حتى نلقاه، وخا العقل ديالي مرات كيقول لي راني كنقلب على المشاكل، ولكن القلب غلب العقل في هذه القصه. غادي نبقى نقلب عليه باش نشكره ونعاونو ونرد ليه الجاكيت ديالو. قولوا لي في التعاليق تحت الخوت، واش هادشي اللي كندير معقول؟ واش كنتو بلاصتي ولقيتو ديك الجاكيت وداك الروسي كنتو غتمشيو تقلبوا عليه ولا غتخافوا؟ سناو الجديد ديالي ان شاء الله في الحلقات الجايه. وكما العاده الفيديوهات ديما واجدين نهار الاربعاء الجمعه والحد مع 18-15. تهلاو فراسكم.